تخيل كده ان في دوري كورة بس مش زي اي دوري شفته قبل كده. ماتشات بتشوفها من على تليفونك وستريمرز بيعلقوا عليها، ولاعيبة بعضهم نجوم انترنت وبعضهم اساطير كروية. الدوري ده الماتشات فيه بتتلعب 7 ضد 7، وفيه بطاقات سحرية ممكن تغير النتيجة في ثواني. الكلام ده كله مش حلم، لكن ده الكينجز ليج. ولو قلت لك ان الدوري ده بيكسب ملايين مشاهدات علشان هو خيال ورياضة وترفيه، فخليك معايا النهاردة علشان هنتكلم عن كل حاجة ليها علاقة بالكينجز ليج، من اول بدايته للقوانين الغريبة للنجوم اللي بيلعبوا وكمان مستقبل الدوري ده. فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا. الفكرة بدأت في اواخر 2022 لما كان بيكيه قاعد في كافيه مع واحد صاحبه ودخل عليه ستريمر مشهور على اليوتيوب. فالشباب في الكافيه جريوا يتصوروا معاه، فبيكيه استغرب ازاي يروحوا يتصوروا مع الستريمر ده ومحدش منهم جه يتصور معاه. فمن هنا جت الفكره في دماغ بيكيه انه يعمل بطوله كوره خفيفه وعنيفه بشويه قوانين مختلفه. وفعلا بيكيه بدا يخطط للفكره بتاعته. الفكره دي شاركوا فيها ستريمر مشهور جدا واللي هو اي باي، والمشهور بلانياس وده ستريمر اسباني كبير. وعايز اقول لك حتى حارس ريال مدريد المعتزل ايكر كاسياس شارك معاه في تنفيذ الفكره دي. البطوله فعلا ظهرت لاول مره في اوائل 2023 في اسبانيا، وعملت في وقت قصير جدا شو كبير جدا على السوشيال ميديا. فممكن نقول انها مزيج ما بين كرة القدم والميديا والترفيه. فلو تفتكر معايا كان في لعبة زمان تقريبا اسمها فيفا ستريت، البطولة دي بالظبط زي اللعبة دي بالظبط، بس بتتلعب وبتتنفذ على ارض الواقع دلوقتي. ولان البطولة دي او الدوري ده مختلف، فاكيد قوانينه هي كمان مختلفة. فتعالى معايا نعرف القوانين الغريبة والمبتكرة بتاعت اللعبة دي. مبدئيا القوانين في الكينجز ليج مختلفة تماما عن الكرة العادية. فكل فريق بينزل ب7 لعيبه قدام 7 لعيبه، وكل ماتش بيتلعب 40 دقيقه، نصين يعني كل شوط 20 دقيقه. مفيش اوفسايد خالص، والبدلاء مفتوحين تقدر تعمل تبديلات زي ما انت عايز. كمان لو اللاعب مسك الكوره بايده الحكم مش بيوقف الماتش على طول، لا بيكمل اللعبه لحد لما يحصل فاول او ايا كان يوقف اللعب، بس بيسمح باللمس في رميه التماس. وعلى الناحيه الثانيه الكروت ملهاش تاثير مباشر على النتيجه. الاحمر مثلا بيطرد اللاعب 5 دقائق بس بدل ما يطرد نهائيا، والاصفر بيطرد اللاعب دقيقتين بره الماتش. فيعني مثلا لو لاعب خد كارت اصفر فهيخرج دقيقتين بس بره الماتش وينزل يكمل تاني، ولو خد كارت احمر هيخرج 5 دقايق وينزل يكمل تاني. بس سيبك من كل الكلام ده، لان الكينجز ليج فيه ميزه غريبه جدا وهي السيكريت كاردز. كل فريق ممكن يستخدم بطاقه سريه واحده في الماتش، وده بعد نص ساعه من بدايه المباراه. البطاقات دي زي حيل سحريه. فعندك مثلا الدبل جول، لو لعبتها كل اهدافك في 4 دقايق محسوبه ضعفين. وعندك كارت اسمه السسبنشن، وده تقدر تشيل لاعب من الخصم لمده 4 دقايق. وعندك كارت تاني اسمه الستار بلاير، وده بتخلي اي هدف لاي لاعب انت بتختاره محسوب بهدفين، وده بيكون لحد الدقيقه 39. وفي كمان الريفيرس بينالتي، دي بتتلعب لما الخصم بياخد ضربه جزاء، ولو الخصم ضيع ضربه الجزاء دي فبتتحسب جون للفريق اللي الحارس بتاعه صدها. وفي كمان حاجه اسمها الجوكر. الجوكر دي بتمسح او بتاخد بطاقه من الفريق التاني. فلو فكرت في الموضوع فهي لعبه ورق بس في الماتش. كمان كل فريق ليه فرصه ياخد ضربه جزاء خاصه برئيس الفريق في اي وقت من الدقيقه 6 لحد الدقيقه 40. ولو رئيس النادي رفض ان هو يسدد ضربه الجزاء دي فبيختار اي حد من فريقه ان هو يسددها. فكل الكلام ده لو فكرت فيه هتحس ان هي لعبه كوتشينه بس بتتلعب من خلال مباراه. عايز اقول لك ان كمان في حيل تانية عجيبه. فلو مثلا الماتش متعادل في اخر الدقايق ممكن يبقى فيه الجولدن جول، والجولدن جول ده ان هو اول فريق يسجل هدف بيخلص الماتش، وده بدل ما يوصل الماتش لضربات الجزاء المعتاده. فكل الكلام ده بيضيف للماتش بهارات وافكار كتيره للترفيه. فعايز اقول لك ان كل البهارات دي جايبه جامد مع اي حد بيتفرج على اللعبه دي. فباختصار الكينجز ليج عامل زي لعبه فيديو كوره مليانه قواعد مش تقليديه. طب انت كده عرفت القوانين، بس استنى لما تعرف مين اللي بيلعب. ده مش دوري كوره، دي حفله من اللي قلبك يحبها. في البطوله دي بيشارك لعيبه، بس اللعيبه دي من نوعين، يا اما بيكونوا نجوم كره قدم اساطير، يا اما بيكونوا ستريمرز ومشهورين من على الانترنت. فعندك مثلا في اسبانيا في فريق اسمه بورسينوس، والفريق ده ملك لايباي لانياس اللي هو ستريمر الاسباني الكبير المعروف. وعندك فريق ملك ايكر كاسياس حارس مرمى منتخب اسبانيا وريال مدريد سابقا. وكمان شارك مارسيليو مدافع ريال مدريد مع فريق اسمه سكال اف سي. حتى
رونالدينيو ظهر حديثا في اللعبه، وظهور رونالدينيو لوحده ده جاب متابعين كتير. وفي برضه نيمار برضه كان رئيس لفريق في البطوله. ومش بس كده، ده كمان في خوان اجويرو اسطوره منتخب الارجنتين كان من الناس اللي شاركت في البطوله دي كلاعب ورئيس. ده غير كمان ان بيكيه قدر يجيب كاكا وكونتي وابراهيموفيتش وشفاينشتايجر وكامافينجا وخميس رودريجيز. حتى المغنيين ما عتقهمش، فجاب مغني اسمه مالما وخلاه يدخل عالم الكينجز ليج. وطبعا على الناحيه التانيه في التيك توكرز واليوتيوبرز والستريمرز اللي بيشاركوا بفرقهم في البطوله دي، واللي اشهرهم واللي احنا عارفينه كمصريين هو طربون، الستريمر او الجيمر المصري واللي شارك بفريق مصري في البطوله دي، واللي كلنا عرفنا البطوله دي من خلال طربون، وعمل نتائج بصراحه جميله جدا في الماتشات اللي لعبها. الفكره مش بس كده، كمان في مشاهير بيلعبوا باسماء سريه لحد ما الجمهور يخمن شخصيته. فتخيل تلاقي لاعب سابق في برشلونه بيجري ورا تيك توكر عنده 20 مليون متابع. يعني اللاعبين هنا مش بس كوره، دول كمان نجوم انترنت. وهو ده اصلا هدف بيكيه من البطوله دي، انه يخلي الشباب يتابعوا اللعبه بحماس، لانها بتضم وجوه معروفه ومحببه سواء في الشاشه كستريمرز او يوتيوبرز او تيك توكرز، او من الماتشات الحقيقيه زي الاساطير اللي قلنا عليهم. وكل ده عمل تفاعل رهيب جدا على السوشيال ميديا. كل رئيس فريق بيشحن الجمهور وبيعلن عن انتقالات وبيعمل ستريم، والمشاهدين بقوا جزء كبير جدا من اللعبه دي. وعايز اقول لك مش بس كده، كل اللي فات اللي احنا حكيناه ده بيتغير من موسم عن موسم. يعني القوانين اللي انا حكيتها ممكن تلاقيها في الموسم اللي بعده اختلفت او اتغيرت او اتجددت بقوانين تانية. كذلك الامر اللاعبين والستريمرز والفرق نفسها اللي بيشاركوا بيها ممكن تلاقيها الموسم اللي جاي بتتغير، وبتلاقي فرق تانية ومشاهير تانيين ولاعيبه تانيين. طيب احنا عرفنا دنيا اللاعبين والستريمرز والمشهورين انهم ممكن يلعبوا مع فريقهم او يكونوا رؤساء للانديه بتاعتهم. طيب بقيه افراد الفريق اصلا بيتكونوا ازاي وبيختاروهم ازاي؟ كل نسخه من الكينجز ليج بيبقى فيها فرق محدده برؤساء مشهورين زي ما قلنا في الاول. في اسبانيا مثلا كان في 12 فريق، وكل فريق منهم عنده رئيس معروف. الرؤساء دول بيكونوا اصحاب كل فريق وهم اللي بيختاروا اللاعبين. فمثلا في اول موسم اسبانيا عملوا قرعه فاتاحوا للاعبين التقديم، واتعملت اختبارات قبلها، فكل رئيس نادي بيختار افضل 10 لاعبين للفرقه بتاعته. ده كمان ساعات رؤساء الانديه بيكون معاهم اوبشن ان هم يختاروا لاعبين اضافيين. يعني كل فريق بيبقى 12 لاعب. كمان مش بس كده، ده كمان في نظام تجاره اللاعبين، وده بيكون بعمله افتراضيه اسمها اكرت علشان الفريق يشتري او يبدل لاعبين. وعايز اقول لك ان الكينجز ليج اتوسعت بشكل كبير، فبقى في بطوله كل سنه بتتعمل في اوروبا وفي امريكا اللاتينيه وفي كل حته في العالم. فعندك مثلا ايطاليا اعلنت في 2024 ان هي هتستضيف الكينجز ليج، وكمان البرازيل في 2025 اعلنت ان هي هتستضيف البطوله، وهيكون المسؤول عن البطوله في البرازيل هو كاكا. ده غير فرنسا والمانيا اعلنوا برضه في 2025 ان هم هيستضيفوا البطوله دي مع مسؤولين زي شفاينشتايجر. فالكينجز ليج مختلفه بشكل كبير جدا. الكينجز ليج عامله زي سكوب ترفيهي. الفرق غالبا بتتكون من لاعبين محترفين سابقين او ناس نص محترفين، وكمان مشتركين جدد واللي بيجوا عن طريق جوله التجارب. وما دام اتكلمنا عن الجمهور فيلا بينا على اهم نقطه، ليه الناس اتجننت على الكينجز ليج. طبعا لما نقارن بين كره القدم التقليديه والكينجز ليج هنلاقي ان الفرق كبير جدا. الدوري التقليدي 90 دقيقه 11 لاعب قدام 11 لاعب وقوانين ثابته، اما هنا 40 دقيقه بسبع لعيبه وقوانين مختلفه ومعاها بطاقات سحريه، وده اللي بيشد المتابعين الصغار. فالمباراه مختصره وسريعه وفيها كل شويه توتر وتغيير، زي مثلا بطاقه تعطل لاعب منافس او تجيب جون دبل، وبتحصل تحولات فجائيه. فكل الجو ده بيعمل اكشن وبيعمل حاجه مختلفه، وبتخلي اي حد يتفرج عليها ان هو يتشد للبطوله دي او للدوري ده. وكمان بيخلي الناس تشوفها ان هي ايفنت انترنت اكتر من ماتش كوره عادي. فلما يوصل الموضوع للشباب والاجيال الجديده واللي هم اصلا متعودين على العروض السريعه زي الريلز والتيك توك والحاجات دي كلها، فده بيشدهم بشكل كبير جدا. فعامل العرض في الكينجز ليج المتحرك دايما هو الفيديوهات القصيره، بالاضافه للقطات من اللعيبه المشهوره وتعليقات الستريمرز وجولات اللايف اللي بيعملوها. فبدل ما تشوف ماتش 90 دقيقه وعلى تلفزيون، فهنا بتتابع لايف ومن على موبايلك، وده خلى عدد المشاهدات كبير جدا، خصوصا ان البث مفتوح زي ماتشات الالعاب الالكترونيه. فبطوله الكينجز ليج اتصممت اساسا علشان البث على النت ومنصات السوشيال، يعني الموضوع كبير اونلاين، وبسرعه كبيره جدا بقى عندها مئات الملايين من المشاهدين حوالين العالم. مثلا في نهائي الكينجز وورلد كاب في باريس 2025 اعلنوا ان في حوالي
102 مليون مشاهد تابعوا الحدث بشكل عام، وحفل النهائي بس حضروا حوالي 25 ألف متفرج في الملعب، لكن الأرقام الكبيرة جاية من الإنترنت. فالبطولة حصلت على 950 مليون مشاهدة و1.4 مليار انطباع على السوشيال ميديا كله، والأرقام دي كلها كانت في خلال أسبوعين بس. وفي سنة 2024 المحتوى بتاع الكينجز ليج حصل على أكتر من 7 مليار انطباع وتفاعل، ده غير 400 مليون مشاهدة في السوشيال ميديا على مستوى العالم. ولقوا ان حوالي 30 مليون متابع بيتابعوا بطولاتهم على منصاتهم، واغلبهم تحت سن ال 34 سنه. وحتى في امريكا بيقول المدير التنفيذي انه حابب يدخل السوق الامريكيه بسرعه علشان الشباب كتير هناك والتكنولوجيا واقفه على ارض صلبه. فكل الارقام دي وكل النجاح ده هو اللي خلى بيكيه يعمل نقله عالميه للكينجز ليج، وان هي تنتقل من اسبانيا وتلف كل دول العالم بما فيها اوروبا وامريكا اللاتينية، وقريبا هيكون في الشرق الاوسط. فبعد نجاح النسخة الاسبانية توسعوا بشكل مجنون، فعندك الكينجز ليج امريكان مكسيكو، وده كان في 2024 في مكسيكو سيتي، ودي كان فيها فرق من المكسيك وكولومبيا وفنزويلا وبيرو. وزي ما قلنا ايطاليا في 2024 بقيادة ابراهيموفيتش كرئيس للبطولة، والبرازيل في مارس 2025 بقيادة كاكا كرئيس للبطولة، وبعدين فرنسا والمانيا في ابريل 2025 برؤساء مشهورين زي شفاينشتايجر. وعايز اقول لك ان هي مش بس هتقف عند الدول دي كمان هتروح للشرق الاوسط، وده بالشراكه مع السعوديه. وكمان بيخططوا حاليا لنسخه امريكا الشماليه واللي هتتعمل في اليو اس اي في امريكا. واللي بيخلي الكينجز ليج تحصل على كل المشاهدات دي ان البث مجانا تماما ومتاح على مختلف السوشيال ميديا زي الانستجرام والتيك توك واليوتيوب وتويتش. ده غير ان هم عملوا شراكات تلفزيونيه جامده جدا زي دازن والسي بي اس والاي اس بي ان، وعندهم حسابات رسميه وقنوات على السوشيال ميديا. وعايز اقول لك ان حساب التيك توك بتاعهم فاز بجائزه افضل حساب رياضي في جوائز تيك توك 2024. ولما اعلنوا مشاركه رونالدينيو مع فريق ايباي اللي هو بوركينوس، ملايين الناس اتفرجوا على اول ماتش ليه، وده مثال بسيط على دمج النجوميه بالترفيه والجماهيريه. فكل ده بيعمل لك ترندات على تويتر وفيديوهات كتير ومشاركات ميمز وخلافه. طيب السؤال اللي كل الناس بتسأله، هل الكينجز ليج ممكن تنافس كرة القدم التقليدية؟ الجمهور التقليدي ممكن يقول عنها تمثيلية او السيرك كورة، فبيقولوا انها هيصة ميديا اكتر من كونها رياضة محترمة. يعني محدش هنا بيقول ان البطولة دي هتغلب الدوري الاسباني او دوري ابطال اوروبا، وده اصلا مش هدفهم. كل هدفهم هو التسلية وارقام المشاهدات، واللي بتبين انها ناجحة جدا في المجال ده. في ناس شايفة ان طريق الكينجز ليج جديد وجذاب للشباب الصغير لانها محاكاة لعالمهم، وفي دراسات بتقول ان 80% من المتابعين هم فعلا تحت سن ال 34 سنة. يعني ممكن نعتبرها البوابة الرقمية لعالم الكرة العادية، لدرجة ان بيكيه نفسه في مقابلات قال ان لازم نوفر محتوى اقصر واكتر تسلية عشان الشباب يفضلوا مهتمين بكرة القدم. في المقابل تقليديا البطولات الكبيرة اهمها التنظيم واللعب النظيف والمتابعة المستمرة للفرق زي برشلونة وريال مدريد وبايرن وخلافه، ودي حاجة ما تنفعش مع 40 دقيقة وجمهور مجنون. وتأثير الكينجز ليج على الكلام ده كله مش كبير لحد دلوقتي، مفيش اي لعيب من الدوري الاحترافي هيروح عندهم غير استثناءات زي رونالدينيو مثلا. فاغلب النجوم زي ميسي وكريم بنزيما مش مهتمين اصلا بالقصة دي. ده غير ان مفيش توافق رسمي مع اتحادات الكورة للحاجات دي، وفي بعض الاعلاميين بيطالبوا الاتحاد الاسباني انهم يراقبوا البطولة دي، وفي ناس بتقول ده عرض تلفزيوني او سيرك مش كرة قدم خالص. وفي التقييم بتاع انسايد وورلد فوتبول اتقال ان في شكوك عن استدامتها على المدى الطويل، لان كل حاجة مبنية على الشهرة والفلاش والشغل الرقمي. فلو بطولتك عايزة تعتمد على الانترنت وارقام مشاهدات تبقى اكيد مش نفس قوة بطولات زي الليجا والبريمير ليج اللي مستمرة مئات السنين. ده غير ان كل نسخة من نسخ الكينجز ليج بتحافظ على الروح لنفسها، يعني مثلا ملاعب داخلية وبث مباشر واونلاين وناس تشوفها كحدث ترفيهي. مثلا في ايطاليا والبرازيل النهائيات تمت في ملاعب كبيرة. وعايز اقول لك ان كل نسخة من نسخ الكينجز ليج طبع على شكل الدولة اللي هي راح تتلعب فيها. فلو مثلا امريكا اللاتينية فهتلاقيها واخدة قوانين مختلفة وحاجات مختلفة علشان تشد الجمهور اللاتيني. كذلك الامر لو راحت في اوروبا هتلاقيها واخدة الطابع والشكل والقوانين تشد الشباب الاوروبي. ولكن على الرغم من كل ده بس
بس الفرق والهدف بين كل النسخ دي مش كتير، فالاساس والهدف واحد، ان هم يحققوا ارقام ومشاهدات ويشدوا الشباب على قد ما يقدروا. فالسؤال هنا، هل هيفضلوا جامدين كده؟ فخليني اقول لك ان البطولات اللي زي دي هي ليها جاذبيه وكل حاجه، ولكنها جاذبيه مؤقته، هي بتاخد بس الشو لحظيه. الشباب بيحب الاكل الجديد والمطاعم الغريبه، بس في الاخر بيرجع للاكل الاصلي اللي هو متعود عليه. ولكن الكينجز ليج عشان يفضل ياخد ويستحوذ على الاهتمام والمشاهدات، فهو محتاج ان هو يتطور سنه عن سنه، وان هو يعلى بالريتم لفوق. فهل هم هيفضلوا يحافظوا على نفس التفاعل في المواسم الجايه؟ فهل الناس اللي بتتفرج عليهم مش هتحس بالملل من القوانين الغريبه؟ ففي المستقبل اتوقع انها هتحافظ على شعبيه كبيره في الوسط الرقمي والسوشيال ميديا، وممكن ينزل تاثيرها على كره القدم العاديه من الناحيه الاعلاميه. لكن استحاله نشوف الكينجز ليج دوري يكون بديل رسمي مثلا للدوري الاسباني، وفرق الكينجز ليج ان هي تكون فرق بديله لريال مدريد او برشلونه وخلافه. لكن خليني اقول لك ان اللي هيأثر بقى بشكل ايجابي ان البطوله خلت ناس كتير مش مهتمين بالكوره ان هم يهتموا بالكوره ويتفرجوا على الكوره. بيتفرجوا على كوره مختلفه، ولكن هي في الاول وفي الاخر هي بتندرج تحت الكوره، واللي بتشد اهتمام ناس اكتر وبتزود شعبيه الرياضه دي، فهي بتفتح بوابه للدخول لعالم الكوره، وده كويس للعبه بشكل عام. فعلى الناحيه الثانيه المدير التنفيذي قال ان المشاهدات خرافيه، لكن لو ما بقتش مربوطه بالمستوى الرياضي يبقى جمهور الكوره الحقيقي ممكن يبعد. فلو الامر اتحصر في الترفيه بس، فده هيكون خطر جدا على الكينجز ليج، وساعتها الهايب هيقل وهيختفي. عموما في النهايه الكينجز ليج هي فكره موفقه ومتطوره، نجحت جدا في وقت قصير، بس مستقبلها مش مضمون وممكن ما يكونش طويل الامد، لكنها بالتاكيد فتحت ابواب جديده لعالم الرياضه والسوشيال ميديا. ولو استمرت في التطور وصنعت محتوى جديد ومبتكر، ممكن تبقى جزء ثابت من مشهد الكرة الرقمية والشبابية. ولو ما قدرتش تجدد أفكارها، الحماس ممكن يقل ويختفي. لكن في كل الأحوال هي ليها فضل كبير في إنها جربت حاجة جريئة وخلت الناس تتفرج على الرياضة بشكل مختلف. فأتمنى إن تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب، واستنونا في حلقات جاية كتير.